السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا رجالة؟ وحشتوني جدا جدا، إن شاء الله تكونوا بخير. في البداية كده، اللي مش عاجبه كلامي يتفضل يطلع برا الحلقة دي سخنة جدا. الحلقة دي فيها كلام ممكن صعب عليكم. أول حاجة، هو مصطفى فتحي الخاين اللي باع المباراة الرسمي، اللي ضيع ضربة جزاء في السوبر الإماراتي وطلعني أنا قدام الزمالك، واللي بعيد نفس الكرة تاني وبضيع ضربة جزاء في نهائي كأس مصر عشان أخسر كأس مصر، عشان أبقى باللاعب دي خسران نهائيا، عشان أبقى مباراة قبل النهائي طلعني منها، ودلوقتي في كأس مصر طلعني ويعمل لي كده في الآخر ويبكي. لا، خاين، خاين وبيع المباراة. لاعب الزمالك، لاعب الزمالك هو ده مصطفى حنكش. سدد لي كورة في الماتش، كورة واحدة، وبعد كده كل الكرات بيعها للزمالك. عايز الزمالك يكسب، هو بيفرح لما يكسب الزمالك، ما بيفرحش لما يكسب احنا. لاعب ابن ميتين كلب عميل. اوعى تقول لي غصبت عنه، مش غصبت عنه. قسما بالله من اول ما دخل وراح يشوط قلت انا عارف، قلتها لهم كلهم، قلت لهم انا عارف ان مصطفى فتحي هيضيع. قالوا لا ده مصطفى حريف، قلت لهم اقسم بالله هيضيع. وفعلا اقسم بالله حطها في العارضه، لانه هو عايز يحطها في العارضه، لانه هو عايز يصعبها علينا، لانه هو عايز يصعبها علينا، لانه هو لاعب ابن ميتين كلب. ولا احمد الشناوي، الله على احمد الشناوي، برضه جددنا معاه ب4 سنين يا كابتن ممدوح زفت، جددنا معاه ب4 سنين. احمد الشناوي جددت معاه ليه ب4 سنين؟ لازم ترد علي برضه، جددت ليه عليه ب4 سنين مع احمد الشناوي؟ عشان الاداء دي. شريف اكرامي اللي عنده 40 سنه مادي اداء اقوى منه، طالع لي قدام ناصر منسي عامل لي كده، فتح لي دي اثنين وعامل لي كده. ايه الهبل دي؟ ها، هي الهبل دي. فاحمد الشناوي برضه بيحق. انا عمري ما كسبت مباراه قدام الزمالك معايا العرس احمد الشناوي، لا مصطفى حنكشي ولا احمد الشناوي. كسبتش غير مباراه بس مصطفى حنكش في الدوري، لا شعازه يعني، كان كده كده الزمالك بعيد عن منافسي، سجل فيها هدف بس عليك. ده ما رضيش يحتفل لي بعد ما سجل هدف، عمل لي كده. دور المعرسين في النادي دي. فانا مصطفى فتحي انت ابن ميتين كلب عميل وخاين، والبطولتين دول في رقبتك، وانا من بدايه الحلقه دي انا بكرهك مهما تعمل. لو جبت لي دوري ابطال افريقيا تاني ما تلزمنيش. على ابو اللي جابك عميل ابن كلب، داخل قال حط الكوره، قالوا ضربها لي في العارضه، والمره اللي عدت في يد عواد استهبلنا، في الاخر يقعد قال يبكي لي ان على ابو اللي جابها. فاحمد الشناوي 4 سنين، انا اتكتب على احمد الشناوي 4 سنين. يا راجل شريف اكرامي مادي اداء اقوى من احمد الشناوي. شريف اكرامي اللي عنده 40 سنه اقسم بالله اداء اقوى من احمد الشناوي. انا ما بقيتش فاهم، ده جدد ب4 سنين، وشريف اكرامي رجع قال لك انا اعتزل اخر الموسم. طيب جددت له ليه احمد الشناوي ب4 سنين؟ عشان يفضل النادي ده برضه يا نفس المكان، عشان نسحبوا فلوس من المالك، من مالك النادي، والكابتن ممدوح عيدي يشغل اصحابه حواليه وبس على كده. انما لو في اداره حدها تخطيط، انا عايز حارس مرمى، عايز حارس مرمى. احمد الشناوي مين ده؟ ده حارس عري، يبقى اداء عري. انهار دي، انهار ده جالك قال لك انا اداء عري يا باشا، انا ديني. 4 سنين، 4 سنين اجدد معاه. والاهلي راح جاب سيحي، وعنده محمد الشناوي، وعنده شوبير، مصطفى شوبير، وانا عند البشناوي، احمد البشناوي، وشريف اكرامي اعتزل. هلعب كل البطولات الجايه احمد البشناوي، واروح كاس عالم باحمد البشناوي. 4 سنين قاعد معي، 4 سنين. اول ما تصاب قلت الحمد لله، اكرموا يا رب، اكرموا من وسع، اكرموا غيب ال4 مواسم دولي، عشان ممدوح حنكشي يفضل زي ما هو برضه. مصطفى حنكشي بتاعه، مصطفى فتحي لازم يتعاقب عليه عقوبه. ما فيش، ما تقوليش غير كده، ما تقوليش غير كده. مصطفى فتحي باع المباراه. اوعى تقول لي انت عاقبت محمد فاروق لما ضيع ضربة جزاء في الكونفدرالية ومشيته من النادي، وقلت له انت قاصد تضيع عشان تخسرني البطولة، ومشيته من النادي. ومصطفى فتحي ضيع ضربة جزاء قبل النهائي، وضيع انهار دي في النهائي، وخسرني الكاس عشان يفرح الزملكاوي، عشان ابن العرس يروح هناك معاهم يقول لهم هي زمالك البطل. هو ده مصطفى فتحي الكلب العميل. زمالك مين؟ زمالك مين يا راجل؟
زمالك مين بس؟ انا بلعب، انا معايا رجاله بتلعب معي. احمد عاطف قطه لاعب طالع من قطاع ناشئين بيراميدز، الراجل بيحرق نفسه. وليد الكارت حارق نفسه، بلاتي توري حارق نفسه، احمد سامي ابن ميتين كلب، ابن ميتين. رجع، هو رجع زي قلت لك، انا قلت لك هو بيأدي لك مباراتين او ثلاثه واحمد سامي بيختفي. كورة اتضرب بها احمد سامي، طالع ليها ابن ميتين كلب معرس، طالع نص الملعب. طب انت مدافع يا ابن ميتين الكلب، يا بيوصلك نص الملعب. ناصر منسي سايبه بقفاك، واخده في قفاك، انت طالع وسايب ناصر منسي في قفاك وانت قلب مدافع يا ابن ميتين الكلب. قوم يعملوها له قدي. الكرة اللي تعادت 354 مرة يقدي يستلمها ناصر منسي. طلع لي طبعا البشناوي يعمل لي كده البشناوي. طب ما تطلع معرس وتنام نومه معرس، ما تطلع طاير وتنام نوم. هو ناصر كريستيانو رونالدو؟ لكن لا، لازم احنكش لك عشان ايوه يا ناصر تحت يا ناصر، وحط ناصر تحت وطير لي قال احمد سامي يا معرس. محمود مرعي شايل المباراه وحده، محمود مرعي صاب جنب واحد عري ابن ميتين كلب زيك. وجايب الصفحه الرسميه منزلها على الفيسبوك قال شكرا لكم، ده احى لكم، احى لكم يا معرسين يا بتوع الزمالك، يلي عدوكم الاهلي وحبيبكم الزمالك يا معرسين يا بتوع هاني سعيد. انا اخسر من الزمالك ده قدي انا اديها 4-5 في نهاية الكاس. انا على الورقة يا جماعة ده الزمالك منتهي، ده شلبي يا شارج، ده شلبي. شفت شلبي انت؟ كسبني بشلبي. الزمالك كسبني بشلبي وعمر جبر الخواطر وعبد الله الحج عبد الله السعيد والحج كبالي. انت متخيل ليه؟ لان انا عندي خونه في النادي، عندي خوني، عندي مصطفى فتحي ده ابن ميتين كلب معرس للزمالك من زمان، وعندي اوباما معرس للزمالك ابن ميتين كلب اداؤه المخزي. نزل اوباما، شفت حاجه من اوباما في الملعب؟ ما فيش يا باشا، فيش. ليه؟ زملكاوي حقكم علينا لما اسجل فيكم معرسين. من ميت هالزمالك طلع رجالي. انا ده سؤالي لكم، من ميت هالزمالك طلع لعيبه رجالي؟ ما طلعش لعيبه رجالي، كلهم معرسين. مصطفى فتحي خسرني بطولتين اهو. لصالح مين؟ لصالح الزمالك، لانه معرس ما عندوش مبدا. مين تاني؟ احمد الشناوي معرسيا، كل مباراه لعبها بيه قدام الزمالك ما اخسر، على طول ما اخسر. طب انا كسبت الزمالك متى؟ كسبت لما لعب بها شريف كرامي، كسبت 3-0. ليه؟ عشان كان مصاب. يا رب اكرمه من وسع ودي اصابه تريحه 4 سنين عشان ممدوح عيد الرئيس لعمد اللي في النادي ده يرتاح. تقول لي واخذ دوري ابطال افريقيا، اقول لك اركن على جنب. انا خسرش من الزمالك، انا اخذ دوري ابطال افريقيا من صن داونز. عارف صن داونز لو قبل الزمالك هدي 12. انا خسرت من الزمالك من نادي كدك ده انا رايح كاس عالم لندي. تقول لي مع 5 دوري ابطال هنعيشوا على الماضي عادي. تعال عادل نعيشوا على الماضي، نعيشوا ونقول الاسماعيلي برضه نادي عملاق ونقعد نهوله في الهواء. كله كدك الزمالك اللي انا خسرت منه. من مين؟ من مصطفى فتحي. اداءات مخزي يا رجل. مصطفى فتحي قاعد تشوف المباراه، مصطفى فتحي بيمسك الكره بيوقع يا رجال قدام الزمالك. ليه؟ عاطفي الراجل زملكاوي عاطفي، ما يقدرش. عندي الصفحه الرسميه الحمد لله اشتغلت هي ادمن الزمالك. بيراميدز مسك ادمن الصفحه بتاعته وهو ادمن الزمالك. قال لهم تعالوا ليه انت ادمن وانت ادمن؟ واحد بس تعال زملكاوي امسك لي الصفحه. هنطبلوا للزمالك ضد الاهلي، هنبقوا معرسين للزملكاويه في الاخر، ونعملوا كده للاهلي. خد الزمالك الكاس وننزلوا شكرا يا رجال على الصفحه الرسميه. في نادي يخسر بطوله ينزل شكرا يا رجالي، شكرا يا عنديش مهاجمين. مشى في السومالي راح المنتخب كتر خيره الراجل يعني في السومالي الناس اللي بتهاجمه كتر خيره. تعال شوف مروان حمدي محنكش، الراجل مهاجم بقى طرف. طيب يا مروان يا حمدي ابدي متين الكلب انت يا زملكاوي متزملك، يلي رماك الزمالك للكلاب في الطريق، يلي الزمالك بعد كروش فاكر رماك للكلاب، ما رضيش يجدد معاك، وكنت تعمل فيديوهات وتتمسح فيهم ما رضوش بيك ورموك للكلاب. لما جيت في نادي كبير دول لك ما عرفش تلعب، عرفش توقف على رجليك لانك معرس برضه، لان مش معصون النعمه. النادي بيراميدز ده خيره عليكم كلكم يا معرسين، اللي كنتوا في الزمالك تشحتوا كان يشحككم كده، كنتوا تروحوا الفيفا تشتكوا عشان يرمي لكم ملامينكم. فمروان حمدي قدم لك 0، تيجي الحارس المرمى 0، اداء 0، احمد البشناوي 0 الحمد لله، واتصاب قلت يا رب اكرمه من وسعه.
اداء زي الزفت لاحمد الشناوي، حارس قطاع ناشئين يأدي احسن، بس انا جددت معاه ب4 سنين ليه؟ عشان عندي ممدوح عيد. الراجل برضه عايز يسحب قرشين من المالك، برضه 4 سنين، يلا ادينا 3 4 مليون دولار نمنجه نفسني. طب لا اداء ولا شكل ولا صوره، اجدد لي 4 سنين، اجدد لي بسنه، ولاعب كبير في العمر، يعني حارس مرمى عجوز اساسا، جدد لي ب4 سنين، ما تفهمش. والنادي ما يقولش على صفحته جددت لاحمد الشناوي 4 سنين، لا ده احمد الشناوي هو اللي يعلن. ليه؟ عشان النادي عارف انه هيترقوا عليه. فخد دوري ابطال افريقي، هبقى مسخره، هبقى مسخره. زمالك انا الزمالك يقول لي عقدتك في البرامج، انا اخلي المذيعين في البرامج طالعين يقول لك وهكذا هو الزمالك بجماهيره، كدك ده هو وجماهيره هو كله. فاحمد الشناوي صفر، تروح لمحمد حمدي قدم مباراه كويسه، حتى لو عرضياته زي الزفت، ما هو زي الزفت من زمان يعني، ما تدورش يعني، حتى عرضياته زي الزفت ما تسالنيش فيها، بس هو قدم مباراه دفاعيه كويسه. ليه ناصر منسي ما لموش وكروته زي ما كروته في الامارات، بس ادى اداء كويس، ندي 7/10. تروح لمين؟ لاحمد سامي صفر بالمنطقه، العرض تدي على قفاه دي، ترزع على قفاه دي. تروح لمحمود مرعي تدي 10/10. ذكر محمود مرعي، ده راجل لا منتمي للاهلي ولا منتمي للزمالك، راجل جمني فيوتشر للبيراميدز، انتماء للبيراميدز. 10/10 محمود مرعي. تروح للشيبه تدي 5/10. ما كانش في وقته، بس اسمه الشيبي، راجل بيديني بقلبه، وراجل محترم، راجل ولد ناس، هي الرجاله دي، مش الخونه اللي عندي يا مصطفى حنكش يا ابن ميتين الكلب. فده الشيبه تدي تحيه وتوقف له تعظيم سلام. تروح الخط الوسط بلاتي توري، ذكر ولاعب محترم ولاعب اسطوري، بيعرف يطلع بالكره، بيعرف يستلم يسلم ويستلم، بيعمل كل النهارده مع الزمالك ما خلاش حاجه في الزمالك ما عملهاش بلاتي توري. تروح لوليد الكرتي، لاعب اسطوري، لاعب ذكر عنده قلب. بلاتي توري 10/10، ووليد الكرتي 10/10، وقطه 10/10. لعيبه دي رجالي حقه تاخده. مصطفى فتحي صفر، واكتب له تحت صفر يا الخاين، العميل نادي الزمالك المعرس الكبير. تروح بقى هي للمهاجم مروان حمدي، تكتب له برضه صفر بالمنطقه، تكتب له لمعرس الزمالك برضه الثاني رقم 2، العرس الثاني بتاع الزمالك. تروح لابراهيم عادل، كان مصاب في كتفه او مش عارف اداؤه يعني، له مباراتين اداؤه بصراحه ربنا زي الزفت، يعني مباراه سان داونز كان فيها زي الزفت، والمباراه دي زي الزفت. فانا مش فاهم ابراهيم عادل مالك يا ابراهيم عادل؟ نهائي كاس ابراهيم عادل ايه اللي فيه؟ لو مصاب يبقى انا مش هغلط فيك، مش هغلط فيك عشان الاداءات اللي ثاني قبل كده، لانك انت كنت تلعب ما من قلبك. فتحيه ليك، وهديك 9/10، رغم انه ما اديتش زيرو، بس هديك 9/10 عشان كنت معايا راجل. نزل التغييرات، نزل كريم حافظ مخلص، كريم حافظ مخلص كرة، قسما بالله مخلص كرة كريم حافظ. من الموسم دي من بدايته لحد دلوقتي انا اقول كريم حافظ علي جبر الخواطر، كله قلناه، نعملوا ايه طيب؟ كريم حافظ يا جماعه مخلص يا ممدوح عيد، يحرق يتخليش نحرقوه كلك يا اخي نغلطوا فيك يا اخي. طب انا انزل كريم حافظ مخلص، شطب كوره كريم حافظ، بس لازم يقعد معي عافيه، وهجدد له ب4 سنين زي احمد البشناوي، جدد له معرسه كبير. فانا دلوقتي عندي كريم حافظ انتهي، ما فيش اداء. تروح يا معلم لمين؟ الكريم حافظ ادي صفر وشد صفر 3 4 غلطات، ولو لعب برضه هياخد صفر، لانه هو صفر اساسا. سيبك من كريم حافظ، تروح يا معلم العلي جابر، اتصاب محمود مرعي، ربنا يشفيه، وما اتمناكش اي حاجه محمود مرعي، انك انت راجل، وحتى لو تصبت برضه هديك تعظيم سلام، وهستنى عليك برضه وهدعمك لانك راجل. تروح نزل مين؟ الكابتن الكبير علي جابر، يا دوب كورتين 3 الحمد لله قلنا السطر، وعلي جابر ادى اداء كويس. قوم يجي علي جابر بضربة جزاء، يقول لك احنا خدنا دوري ابطال افريقي، وخد يا زمالك الكاس، وطلع حالك برا. عشان اقول لك انه علي جابر لو جدد مع بيراميدز يبقى ممدوح عيد دي راجل عميل في النادي، ما يقعدش في النادي، حتى مش لو خد دوري ابطال افريقيا، لو خد كاس العالم للانديه
لان انا اللعبه دي مخلصه معاي وهفضل اعاني كل موسم. كل موسم هعاني بمين؟ باحمد الشناوي، واعاني بعلي جابر، واعاني باحمد سامي، واعاني يعني انا ما اعرفش. انا طب دلوقتي انا مروان حمدي مهاجمي، طب سيء في الملعب، اداؤه سيء. طب بصيت على الدكه لقيت مين؟ لقيت دودو الجباس، قريب ممدوح عيد رئيس النادي. طبعا انت عارف انه هو بيلعب بياخذ فلوس حرام كله، لانه ما بيأديش وما بيلعبش اصلا، بس بياخذ فلوس وقاعد مع اللعيبه على كده. طب المدرب قال لك انا نازل مخلص كوره خالص يعني، طب خلينا بمروان حمدي. قعدت صابر انا المباراه كلها بمروان حمدي، ليه؟ لاني ما عنديش بديل، سلفستو ميلي مشي. طب حضر قطع الناشئين، لا بابا هنطلعوا ناشئ مكان دودو الجباس، قريب رئيس النادي ممدوح عيد، ده قريب ممدوح عيد، هنطلعوا ناشئ احنا وندي فرصه. يا راجل اسكت يا راجل، لا لا فيش الكلام ده. الله هيفضل برضه دودو الجباس قاعد على الدكه، هو نجدد له ب4 سنين هو احمد الشناوي. هي كده، هي ماشيه كده، ما تفهمش. خسرت مباراة تافهة، مباراة أنا مسيطر عليها بالطول والعرض، ما فيش يا راجل، ما فيش زمالك، ما فيش خالص. المباراة كلها أنا خسرت المباراة وأنا كنت أفضل في كل حالاتي، في كل حالات، بس خسرت خياني، خسرت خياني. يا مصطفى فتحي مش هسامحك أبدا، لا أنت ولا مروان حمدي ولا علي جابر. احمد سامي ده راجل مش عميل، احمد سامي راجل تايه في التوه. انا قلت لك من يوم ما شجعت النادي دي، احمد سامي لا مش بيعرف يتمركز، ما بيعرفش يتمركز. الراجل واخد 3 خطوات قبل سيف الجزيري. طب انت بتقابل من نص الملعب، طب انت وليد الكارت يا ابني ميتين الكلب، يعني انا عايزك ترد علي يا اخي، انت وليد الكارت يعني انت طالع ليه قدام؟ انا اعرف المدافع بياخد خطوتين دايما ورا المهاجم، يعني انا كمدافع ما تبقاش بقر يا احمد اسامه، انت لازم تفهم. يعني يقول لك انا باصص على المدافع قدام محمود مرعي، مغطى على مين؟ على ناصر المنسي، مغطى عليه، بس هو براقب مين؟ الشلبي. وانا كمدافع قلب يا احمد يا سامي يا معرسه كبيره اللي ضاعت البطوله، انا كقلب مدافع باصص لاقي نصر المنسي رجع عني بخطوتين، ناخذ خطوتين ثاني، الخطوتين اللي اخذهم دول انا هسبقوا في الكوره، هاخد من قدامه الكوره. انما لا، احمد سامي واخد 3-4 خطوات وفي ظهروني، ومحمود مرعي مغطى عليه، اتسقطت له الكوره طبعا على بال ما حمل احمد سامي ورجع عاده. هو التوهان ده، هو ده لاعب ما ينفعش دي، ده بيعرفش يتمركز. محمود مرعي شايل المباراه كله، احمد سامي ما قعدش، يلا على استيحه كوره وكورتين. تعبنا يا اخي، تعبنا. قلنا علي جبر كفايه، قلنا البشناوي كفايه، مش عشان صد كورتين في النهائي هنسى بيهم اللي حصل قبله. ما فيش كفايه. طب انا عايز حراس مرمى، ما فيش، ما تعرفش في صفقات، ما فيش صفقات. هو الفريق دي كويس، الفريق ده لو استمر الموسم الجديد من غير تدعيمات ومن غير رحيل ناس، قسما بالله لا هياخد على وشه وقفاه. انا بقولها لك، هياخد على وشه وقفاه، وخد من الزمالك على وشه اهو. الزمالك يا رئيس النادي يا ممدوح عيد اللي ماشي مع مسؤولين الزمالك يقول لك سيب لنا الكاس يا كابتن، وانت تضحك يا معرس، وانت تضحك معاهم. سبت لهم الكاس، فين الروح؟ واحد مغنوب والله يا رجال. انا اخسر من الزمالك كاس مصر، انا عقدتي يبقى الزمالك، انا الزمالك يبقى عقدتي، انا ذكر قدام الاهلي بس، قدام الاهلي بس احزق واقول، ويطلع هاني سعيد يقول وكل النادي والسخونه في النادي والرجوله كلها بس على الاهلي بس، انما الزمالك كله حبايب. ده اللعيبه يا رجل في مشهد انا شفته، محمد حمدي راح خد لاعب بالباط، خد دنجه بالباط وقاعد يبوسوا بعض، وانت عامل ايه دنجه هنا لما صفر الحكم. الله عليك، الله عليك، ده منافسي، ده منافسي يعني، ده انا منافس في كاس مصر. وفي الاخر منزلين شكرا لكم على اللعيبه، شكرا لكم، واخسر النهائي من كاس من نهضه بركان. السوبر الافريقي اخسروا من نهضه بركان وجابوا لهم شكرا لكم، والموسم اللي وراه شكرا لكم، والموسم اللي وراه شكرا لكم. ليه؟ عشان خدوا دوري ابطال افريقيا، اللي انا اصلا بطوله دوري افريقيا، بطوله دوري ابطال افريقيا دي اقسم بالله لو سمعوا كلامنا من بدايه الحلقات واحنا ونحكم نقول يا جماعه اللعيبه دي مخلصه، لو غيروا اللعيبه دي غيروش غير السنه دي، اللي دعموا بلعيبه ثاني خدت مكان اللعيبه الضايعه.
اللي انتقدنا عبد الله السعيد يمكن 3 مواسم احنا نقول عبد الله السعيد يا بشر، عبد الله لحد لما مشى عبد الله السعيد وعمر جابر ودنجي اللعبه الفاشله. فانا اخذت دوري ابطال افريقيا عايش عليها على كده خلاص، واروح نهضه بركان هخسر من نهضه بركان. انا بقولها لكم من دلوقتي، انا هخسر من نهضه بركان، وهتشوف بعينيك، هتشوف بعينيك في نهائي السوبر الافريقي وهتقول قالي هخسر من نهضه بركان. انا ما عنديش، لو اتصاب محمود مرعي وهرهب علي جابر يا رجل بعديها خلص الفيلم، وهجدد لعلي جابر وهجدد لاحمد الشناوي وهجدد لكل المكسحين اللي عندي، هجدد لهم وبس على كده. بس حارس مرمى ما فيش حارس مرمى، انا معي احمد الشناوي، اعتزل شريف اكرام ادخل لك ميهوب، يبقى خرم كبير وخرم صغير، ياخذ ده بالستي يتصاب يريح، ياخذ ده وراه بالستة على طول، عشان ما احنا عايزين هديفه، عايزين ناس هدافه في الدوري، عايزين ناس تشتغل في الدوري وتسجل اهداف. امال عندك ينفع دلوقتي الدوري ما بقاش فيه ناس هديفي؟ لازم يجيب 6 في احمد الشناوي و5 في احمد ميهوب، عشان ايه؟ عشان يبقى الدوري المصري ممتع حتى. هذه القصة. أنا دلوقتي ماشي مع الزمالك، أنا دلوقتي يا باشي أنا والزمالك حبايب، على مين؟ على الأهلي. هل الأهلي ظلمني؟ ما ظلمنيش الأهلي، ظلمتني رابطة الأندية، يعني أنا دلوقتي الأهلي ما اتخصمش منه 6 نقاط، ماله الأهلي؟ هي دخل الأهلي ذكر على رابطة الأندية، أنا ليه حق عند رابطة الأندية؟ ده حق ربنا اللي أنا بقوله لك، ده افرض دلوقتي بيراميدز قال مش هتخصم لي 6 نقاط وخصموا له 3 بس. الأهلي عادك أنت، طب أنت مالك؟ مشكلته مع رابطة الأندية، أنا مشكلتي مع رابطة الأندية. مالي بالاهلي؟ ما هنانيش الاهلي مع انه ما هناني، هي يعني طز. هل هنيت الاهلي؟ انا هتدخلني التاريخ؟ مش هتدخلني التاريخ عنه ما يهنيني. انما انا ما بقاش في صف الزملكاويه، ما بقاش نسخه، انا نادي كبير، ما بقاش اتمسح فيهم، انا ما مسحش فيهم، ما امشيش في ظل الزمالك انا، حتى لو جماهير الاهلي بتكرهني، حتى لو اداره الاهلي بتكرهني، حتى لو كله بيهاجمني، برضه لا ما امشيش يعني مع حد، انا اتجاهي واحد، 2 اعدائي، 2 اعدائي. خسرنا كاس مصر واسم البطوله داي مصطفى حنكش الخاين. دي الفقره الممتعه، لانه ضيع ضربه جزاء قسما بالله قاصد يضيعها، قاصد يضيعها. واحب اقول كلمه لشريف اكرامي، انت كنت راجل من يوم ما دخلت النادي، حتى لو بعض المستويات قد ما قدمتش، بس قسما بالله انت راجل واديت اداء. تعمل ايه؟ طب ما انت صدت كل الكور، بس انت معك لاعب ابن ميتين كلب معرس اسمه مصطفى فتحي، وعلي جبر الخواطر المعرس الكبير، فاثنين معرسين يعني. طب هنعملوا ايه؟ 2 ضيعوا، هنعملوا ايه؟ طيب زملكاوي وانت عارف انهم زملكاوي. احمد الشناوي انت عارف انه احمد الشناوي ده احمد الشناوي كان كارثه في المباراه، كان كارثه بكل المقاييس. ده احمد الشناوي يا رجاله ما كانش يرفع الكور، ما عرفش يشوط الكوره، ما قدرش، ما وقفش على رجليه بعد نهائي افريقيا، فبشوط الكوره راح جاب احمد سامي قال له انت اضرب الكوره انا مش هقدر. بقى احمد سامي هو اللي يضرب الكوره مكان احمد الشناوي ضربه المرمى. فتتفاجئ برضه، انا قلت مصاب احمد الشناوي الراجل ما بيضربش، ففجاه كده بقى يضرب، وانت مصاب ولا معاق ولا تعبان عقليا ولا يا ابن متين الكلب، ما احنا عايزين نفهموك. شيكابالا رفع البطوله، شيكابالا رفع البطوله، رفعها عليا لاني ممدوح يطالع مع رؤساء نادي الزمالك. احنا نحبك انت، انما ما نحبوش الاهلاويه ولاد الكزي. الله يا كابتن ممدوح، الله عليك، مبروك لنادي الزمالك البطوله، ملهوش ذنب، ادي وكسب البطوله، مع انه والله ما ادي، بس يلا مبروك لنادي الزمالك البطوله. وهارد لك المعرسين بتوعني اللي خسرونا البطوله. ما اقدرش اقول اكتر من كده. مصطفى فتحي في كل نهائي قدام الزمالك هيضيعني. مصطفى فتحي ما يضربش ضربات جزاء تاني، مصطفى فتحي ما يضربش قدام الزمالك اي حاجه، ضربه جزاء ما يلعبهاش قدام الزمالك لا. وكمان مصطفى فتحي لو تقدروا تريحوه في مباراه الزمالك ريحوه، ما يلعبش خالص، لا هو ولا احمد الشناوي ولا الكابتن الكبير علي جبر الخواطر، ما يلعبوش، يجوا قدام الزمالك يرتاحوا دكه يا باشا، لانهم ناس خوانين، فما يلعبوش، ما بيأدوش. اتحرق دمي في المباراة. كنت يعني قلت كاس وهنحتفلوا تاني يبقى احتفال دوري ابطال افريقيا باحتفال الكاس، انكدوهم ونحرقوا الكل. انما لا طبعا لازم نيجوا قدام الزمالك يدينا على قفانا ونطلع نقول يا زمالك قلوبه حبايب. شلة المعرسين اللي قاعدة في النادي دي شلة بتميتين كلب، اذا ما نطفوش وبقوا رجالي مش هنسمح بالكلام ده. انا راجل كنت اشجع الاهلي
انا راجل لما شجعت بيراميدز كنت اشجع الاهلي، يعني انا دلوقتي مش عايز عدو يبقى الاهلي واسيب الزمالك ويبقى حبيبي، لان انا برضه لا بحب الزمالك ولا بحب الاهلي. والله العظيم لا بحب ده ولا بحب دي. انا الهدف بتاعي الاول بيراميدز، فانا معيش ابقى مع دي ومعيش ابقى مع دي، انا عايز ابقى كده. فاداره النادي لو مفكره مثلا ان هي مثلا ان هي هتمشينا كده مع الزمالك، لا، لما انا اروح اشجع الاهلي احسن. ليه؟ هتبقى نادي عري، والدليل اهو، انت النهارده عره في نهائي الكاس، عري انت النهارده عره في نهائي الكاس، معك لعيبه اخوانا باعتك، عره في نهائي الكاس، بقيت زيك زي الزمالك، بتاخذ بطوله وبتاخذ على وشك على طول عادي، وهتخسر السوبر الافريقي عادي عادي، وهتاخذ على وشك وفضل في يبقى انا نسخه من الزمالك، وهيبقى برضه الاهلي البطل. ليه؟ لان اصلا انت ماشي مع نادي عري ما عرفش ياخذ دوري ابطال افريقيا له 28 سنه، معوش غير المشاكل والنصايب وزي كده، طب هتمشي معاه هتبقى انت هتبقى نادي عري زيه برضه يعني، لانك انت برضه السنه الاخيره دي معكش غير هي الظلم والمحاكم والمش عارف ايه، ودخلت برضه في دور المظلوميه وعملت دور المظلوميه والاهلي ملوش دعوه، رابطه الانديه هي اللي خصمك انت ترفع رابطه الانديه، اتقاضي رابطه الانديه، الاهلي ملوش دعوه. ده حق ربنا، اللي يزعل من حق ربنا يزعل، بس انا بقول لكم الحقيقي، الاهلي ملوش دعوه بخصم النقاط، الاهلي ملوش دعوه. لما انت تدخلني في عداوه هنا وتصاحب لي شويه بفشلي بياخد له بطوله ولا هنيك كل 7 8 سنين، لا، احنا بيراميدز اللي بنشجعه هو بيراميدز اللي احنا شايفينه مفيش حد فوقيه، لا زمالك ولا اهلي، احنا بنشوفوه كده رقم واحد، بعديه حد يجي الزمالك يجي الاهلي، بس هو رقم واحد، انما انت كده هتخليه رقم اتنين تحت الزمالك يمسيحك فيهم. فاسترجل يا كابتن ممدوح عيد، وخليك راجل، خليك راجل. سلام.